خليني اقول لك على حاجه يمكن تزعل ناس كتير من المبرمجين، وهي ان مش كل موقع شكله حلو معمول صح. خلي بالك ان ناس كتير بتقيس الموقع بالشكل بس، ان يكون فيه الوان حلوه وانيميشن كتير وصور جميله، بس اول ما تستخدمه بتلاقي الموقع بتاعك بطيء او مش ظاهر في جوجل او في مشاكل في الريسبونسيف بالنسبه للموبايل. خلي بالك ان الموضوع هنا مش في الفرونت اند بس، لازم يبقى سريع ومتظبط لمحركات البحث ان هي تعرف تقراه، ومبني على طريقه باك اند صح من البدايه. انا كفول ستاك ديفلوبر بشوف فرق كبير بين موقع معمول عشان يتشاف حلو وموقع معمول عشان يظهر لك في محركات البحث او تقدر انك تخليه يكبر مع الوقت. لو موقعك الريسبونسيف بتاعه بيبوظ على الموبايل او بياخد وقت طويل في الريلود عشان يفتح، يبقى المشكله مش في المستخدم، المشكله في طريقه البناء من الاول. انا معاك ان انت كعميل لازم الموقع بتاعك يبقى شكله حلو، بس لازم تعرف قبل اي حاجه هل موقعك مبني صح، لان خلي بالك ان الشكل مش دايما هو كل حاجه. علشان موقعك لما بيكبر مع الوقت والبرفورمانس بتاعه يكون شكله مظبوط، لازم تفهم من البدايه هو مبني على ايه، يعني هل معمول بنيكست ولا رياكت. معاكم احمد سمير، فول ستاك ديفلوبر وانستراكتور فرونت اند. لو عجبك الفيديو لايك وفولو. سلام.